ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى اللازانيا حلوة قوي للعزومات او في الايام العادية، بتوفر مواعين وتوفر وقت معاكي وطعمها تحفة، احسن من المكرونة البشاميل مليون مرة. جميلة جدا وسهلة زي ما قلت لكم، واي حد يعرف يعملها بالشكل الجميل ازاي. طعمها بقى فظيع. هي اصلا متشربة من الصوص بتاع اللحمة، يعني مستوية من الصوص بتاع اللحمة. تخيل شكلها يبقى عامل ايه وطعمها كمان. يلا بقى تعالوا نشوف عملناها ازاي. معانا بقى كده صينية او طاسة او حلة، هتحطي فيها شوية زيت وحطي فيها شوية من الزبدة. يعني شوية من الزبدة، كتري شوية لان احنا اصلا عاملين بشاميل خفيف، مش عاملينه بالزبدة على الناشف. حطينا بقى كده ده نص كيلو من اللحمة. بعد ما الطاسة سخنت قوي مسكناه حطيناه عشان ما ينزلش المية بتاعته، فلازم تبقى الطاسة سخنة. هنبدأ بقى نشوح فيه كده لحد ما لونه خلاص يتغير، كلها تبقى واخدة لون واحد. ننزل بقى ببصل، ده 4 بصلات كبار، وما تخافيش البصل بيديها طعم حلو قوي. وده نص كيلو لحمة عليه 4 بصلات كبار. عايز تبشريهم ويعمليهم في الكبة ده حاجة براحتك. هنقلبهم بالشكل ده اول يا دوبك ياخدوا بردك معاها تشويحة كده، واللي هم يتبلوا مع بعض. نقعد بس نقلب فيها كده دقيقتين. ونبدأ بقى نحيق. بعد ما خلاص البصل دبل نبدأ معلقة الا ربع ملح، نص معلقة من الفلفل الأسمر، واحدة مرقة دجاج دي بتخليها طعمها حلو. وتشوفي كمان عشان الصوص لسه فيها حاجات كتير يعني. وهنحط لها بقى، لو انت عايزه تخليك كده خليكي، عايزه تزودي لها نكهه بسيطه من التوابل حطي. ده ايه؟ ده كوبيبه من كوبيبه صيني، رشه من كوبيبه صيني، ربع معلقه من التوابل المشكله، رشه من القرفه. لو زي ما قلت لك، لو عايزه تطلعي اي توابل مش عايزاها ما تحطيش. رشه من السكر عشان ايه؟ عشان انا هحط طماطم كتير. وهنقلب بس التوابل دي كده مع بعض وخلاص، ياخدوا كلهم تشويحه مع بعض. معانا بقى كده جهزي 4 طماطمات كبار، حطيهم في الخلاط. عايزاهم يبقى عصير طماطم وننزل بقى عليهم. ليه بقى احنا عاملين ده؟ زي ما قلت لك عشان احنا هنسوي اللازانيا في الصوص بتاع اللحمه. فالصوص بتاع اللحمه لازم يبقى خفيف، لان احنا مش هنسلق اللازانيا. وده اهم حاجه، ان احنا مش هنسلق اللازانيا بتتسلقش. بصوا بقت عامله ازاي، خدت تشويحه بقى. وهزود لها كمان حوالي نص كوبايه من الميه. بصوا بقت شكلها جميل ازاي، بقت فيها صوص كده جميل. لو انت كمان عندك شوربه حط لها شويه شوربه، هتديها طعم حلو قوي. يلا تعالى بقى نعمل بشاميل. معانا كده ده بشاميل اللي هو في الخلاط. حطيت كيلو من اللبن، واحط عليهم 5 معالق كبار من الدقيق، واحط 2 مرق دجاج، واحط بقى ايه 5 قطع من الجبنه النستو. وهنحط معلقه من القشطه عشان انا حاطه لبن بلدي. لو انتي عندك لبن عادي حطي بقى ايه علبه القشطه على بعضيها. حطيت بقى كان عندي كام واحده من الجبنه الرومي. واحط بقى معلقه ملح كبيره، نص معلقه او ربع معلقه فلفل اسمر، رشه من الشطه. ونضرب كل ده بقى كده في الخلاط. اضربي بقى كويس جدا لحد ما كل الحاجات دي كده تنعم مع بعض. وده اهم حاجه بصراحه. البشاميل اللي هو من غير ما تعمليه بالسمنه والزبده يا جماعه، والله خفيف وجميل جدا وصحي حلو وحلو قوي. معنا بقى كده، لو كوبايه الشوربه دي كانت جت معايا في الخلاط كنت هحطها، بس هي ما جاتش، فانا حطيت بقى كوبايه شوربه كده في الحله. ونزلت بقى عليها بالخليط اللي احنا عملناه ده كله. بصوا الخليط ناعم وجميل ازاي. بصوا ما شاء الله جميل ازاي. بصوا بقى لحد كده بقى يا جماعه، انا حطيته في التلاجة عشان كان عندي عزومه وكده، فانا حطيته في التلاجة. ولما صحيت الصبح حطيته على طول على النار، فما خدش معايا وقت. يعني جهزت اللحمه وتعصيجة اللحمه، ومعايا بقى كده البشاميل خلاص كان جاهز. ايدك بقى في البشاميل كده معاكي بالمضرب، مش هيكمل بالظبط دقيقتين واللحمه خلاص معموله. الصينيه كده كامله للعزومه، توفر معاكي جدا وقت. وزي ما قلت لك بتبقى نتيجته روعه ومبيبقاش فيه اي حاجه. فضلنا كده معاه وانا بقى واقفه، قلت اسخن بقى اللحمه. بس بوريكم اللي هي فيها الصوص. الصوص بتاعها لازم يبقى فيه كتير كده عشان خاطر هنسوي اللازانيا فيها. بصوا بردك البشاميل خفيف، لان اللي هيسوي اللازانيا ايه؟ البشاميل خفيف والصوص بتاع اللحمه. معنا بقى كده الصينيه، ونبدا بقى نحط فيها 3 كبشات كده من البشاميل او كبشتين كبار. وسط اللازانيا اهي حطها سليمه، هي بتيجي شرايح كده بالشكل ده. ابدأي رصيها ولا في اي حته فاضيه عادي، لان هي كده كده يعني هتنفش وكده زي كأنها مكرونه، فهتستوي فهتنفش. وبعد ما حطيت بقى شويه من البشاميل، حطيت بقى رق من اللحمه زي ما انتم شايفين كده. وبرجع بقى احط ايه؟ شرايح لازانيا تاني. ابدأي بقى اعملي رصات. ما شاء الله العلبه بتعمل الصينيه اللي انت شايفاها دي. يعني هي العلبه بتعمل الصينيه وبتفيد كمان منها واحدتين. فما شاء الله بعد ما رصيت 3 رصات دخلتها بقى الفرن وطلعت بالشكل الجميل ده. شكلها جميل ازاي.
تحفة. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم زغروطة من قناتي وتفرحوني وتفرحوا كمان معايا لما تشوفوا الفيديو. شكلها جميل ازاي وطعمها يا جماعة خطير خطير فوق ما تتخيلوا، لان زي ما قلتلكم مستوية من طعم اللحمة. تخيلوا هتبقى عامل ازاي، شكلها جميل ازاي، تحفة جدا.